لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 965 لوانا كاين تفسير القرآن في رزبين وخزمتان فما بس رزامندي رب العالمين وهي وادان مئوي آزي السودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. بەڵێ خۆشەویستان کلێوانە ڕابردوش کەمێک لە خزمەت دەوڵاتی پیرۆزەدا بووین. رب العالمین باز لە مهاجرین و ئەنسار دەکا کە ئەوانە ئەولیا و دۆست و پاڵپشتی یەکترین تەنها ئەوانە نەبی کە ئیمانیان هەیە بەڵام هیجرەتیان نەکردیە ئەوانە خوای گەورە دەفەرمی ئەو دۆستایەتیە لە نێوانتان نییە حتا هیجرەت نەکەن لە بۆ لای خوا سوبحانەهو وتەعالا لە بۆ مەدینە لە بۆ لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و تەنها لە یەک حاڵەت نەبی ئەگەر داوای یارمەتیان لەنگۆ کرد لە بەرامبەر کەسانێک کە لەلایەنی دینەوە کاتێکەوە محاربەی ئەوان دەکەن لەو حاڵتە پێویستە پاڵپشتیان بکەن و بەسەریان بێخن ئیلا لەگەڵ قەومێک ئەگەر ئەو قەومە ئەنگۆ عەهد و پەیمان لە نێوانتان هەبوو ئەوە ناکرێ لەبەر خاتری ئەوان عەهد و پەیمانەکە بشتێنن. والله بما تعملون بصير. الله تعالى بینایە ئاگادارە بەو کردوانەی کەوا دەیکەن. کاتێکەوە لە وەصفی مهاجرین دەفەرمی بێگومان ئەوانە کە ئیمانیان هینا و هیجرەت و جیهادیان کرد بە ماڵیان و بە نەفسیان لە پێناوی الله تعالى. لێرە و لە چەندین جێگای دیکە خوای گەورە ماڵی بە پێش نەفسیە خستیە لە بەخشین لە پێناوی الله تعالى. ئیتر وەکو لە محەڕەر في التەفسیر دەڵێ چەند حکمەتێکی تێدایە. یەکەم أن الأموال كانت في غاية العزة في أول الأمر. كواتە لە سەرەتایی دروستبوونی دەولەتی ئیسلام لە مەدینەدا زۆر پێویستیان بە ماڵ بوو کەواتە لەلایەنی داراییەوە زەعیف بوون زۆر پێویستیان بە ماڵ بوو لێ ماڵی بە پێش نەفزی خستیە. دووەم أن الجهاد بالمال أخف على النفوس من الجهاد بالنفس. دیارە بەخشینی ماڵ جیهادکردن بە ماڵ بەتەئکید سووکترە لەسەر نەفس و دڵ و دەروون لەوەی کەوا ڕوحت ببەخشی. لێ فەسەلەکە في ذلك مسلك الترقي من الأدنى إلى الأعلى. لێ خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا لێرەدا باسی لە ئەدناتر کردیان نزمتر ئەو دوای بەرزتر. کەسێک بتوانی ماڵ بەخشی ئەو جا بەرەو ئەوە دەڕواکەوە بتوانین جیهانیش ببەخشی. لە خاڵی سەیەم أن الأموال قوام الأنفس. دیارە ماڵ بەردەوامبوونی ژیان هەر بەو ماڵەیە کە خوای گەورە ظاهیرەن سوبحانەهو وتەعالا ئەو های داناوە کە لە سوورەتی النیسا دەفەرمی جعل الله لكم قیامە کەواتە بەهۆی ئەو ماڵەوەیە ژیانمان بەسەر با بڵێن لە ژیانی دنیادا بەڕێوە دەچی. فمن بذل ماله كله لم يبخل بنفسه. ئیتر کەسێک هەموو ماڵی خۆی ببەخشی لە پێناوی الله تعالى ئیتر لە دواترێ اعتیادی نەفسی خۆشی دەبەخشی. لە خاڵێکی دیکە حرص الكثير عليها. خەڵکانێکی زۆر حەریسن لەسەر ماڵی دنیا حتى أنهم يهلكون أنفسهم بسببها. هەتا زۆرێک هەیە بە سەبەبی با بڵێن داواکردن و بە سەبەبی کۆکردنەوەی ماڵی زۆر خۆی بە فەتارەتدا خۆی بە هیلاکەتدا. فالناس يقاتلون دون أموالهم. ئیتر خەڵک شەڕ دەکا
لبو دفاعكن لمالك. فإن المجاهد بالمال قد أخرج ماله حقيقة لله. يتركسي مجاهد كالبيناي خواتي دكوشي أو مالي خوي لبيناوي الله تعالى دبخشي. أما المجاهد بنفسه لله فإنه يرجو النجاة. بلام أوي كوا تنها جيان دبخشي لبيناي خوي سبحانه وتعالى ومزالي هيك وبقرته بسلامتي الشرني هم واني كوا روحيان لسدستيان دادني دسنا ساحاتي قتال بكوجرين نا احتمالش بش قريتوا. ولهذا أكثر القادرين على القتال يهون على أحدهم أن يقاتل ولا يهون عليه إخراج ماله. لو زولي لو أنا كواجهات دك في آسانة بسي قتال بكاو تكو احتمالي قرانا وشي بسلامتي بلام كاتك مال دبخشي ظاهرا مالكي دروا كدواتري خواهي يقول لبوي تعويز دكاتو لو بخشي زوريق لخلشي في آسان تركوا بجياني خوي جهاد بكان نوق بمال. أنها لا خالش كأنها هي التي يبدأ بها في الإنفاق والتجهز إلى الجهاد. إتر للجهاد زياتر بس دس بيدكري ببخشيني مال لبكو كرنوي همو أو بيداوستياني جهاد هر بيست بمال هي فرتب الأمر كما هو نفسه. إتر خواهي يقول سبحانه وتعالى بالترتيب الطبيعية باس كده مال أو زا نفس لبروي بدايتي خو آماده كردنيش لو جهاد هر بيوستي با تجهيزو با بيداوستي مال هي. لخالي شدي كخالي ششم أن ضرورة الجهاد بالمال أكثر من ضرورتها بالنفس. زور زاران بيداوستي جهاد وعملية جهادي لبو مالو لأني مادي زياترة لبيداوستي بويك وكسانيك بنفس خويان جهاد دكان. حتى أن الذي يجاهد بنفسه محتاج إلى المال حتى وكواب جاني خوي جهاد دك ايش بيستي بمالها. فما الذي يوصله الى ميدان القتال الا الاموال. بس صدقات ميدان قتال ميدان جنگ لا بيناي خوي قوله اگر مركبك نبي ودابيك نبي كايش بيستي بمالها لبرتن او تن اعتباره خوي قول سبحانه وتعالى الجهادي بمال ببيش جهاد بنفس خستيه. بل لباسي مهاجرين بوشي وصفنا ذكا انزا باس لانصار ذكا والذين آووا أي وطنوا المهاجرين. وكل تفسير قاسمي دله وطنوا المهاجرين وأنزلوهم منازلهم. أوانيكوا مهاجروا كوزبركانيان نشتزيك للا خويانو زيان لو كردنوا وبذلوا إليهم أموالهم مال خوشيان لبيناويان بخشي نكر ماليان بخشي وآثروهم على أنفسهم. وكل سندين زي قايدك خايقوا رسبيان دكاكوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إتر كسي أنصاري برا مهاجركي ببيش خوي دخز لزور شتان كسي بخوش بيداوستي هبو كواتوا الذين آووا ونصروا أو أنصارياني كوا مهاجركاني لخو قرتو ونصروهم على أعدائهم. والسريان خستن لسردج منانيان يارمتيان دان لبو سركوتن بسردج منانيان. أولئك أوانا واتا مهاجرين وأنصار بعضهم أولياء بعض. أوانا هندشيان ولي ودوستي هندكي ترن وتوانا دوست أولياء يكترين أي يتولى بعضهم بعضا وتوانا فالبشتي ودوستاتي يكتر ذكن في النصرة والمظاهرة. فالبشتي ودوستاتي يكتر ذكن لأرمتي دانو لبسر خستن ويقوم مقام أهله ونفسه. وهروها أو كسانا لبو يكتري وكو خزم وكس يكترين بلكو وكو نفسي خويان هندا قازان زي يكتريان دبي. ويكون أحق به من كل أحد. هريق لوان لمهاجرين وأنصار برانبر يكتري لهمو كسيق ليكتر لبيشتر مستحقترن. ولهذا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. يتر أوابكوا بيغمر صلى الله عليه وسلم لدواي هجرت كجيشت مدينة لوندري أو مؤاخاة برايتي إعلان كر هر مهاجريك لقل أنصاريك بيغمر صلى الله عليه وسلم كردني ببرا بفعلي بمعنى كلمش براي يكتربون. نقل الواحدي عن ابن عباس وغيره أن المراد من هذه الولاية هي الولاية في الميراث. كوات واحدي لابن عباس خواهي يقول لخوي باب رازي ولا غيري ويج نقل ذكا كما بس لو ولايتي كلير دا باس كرايا
لبين مهاجرين وأنصار أو بوكوا ميرات يكتري دقرن. قال ابن كثير لما تآخوا كانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة. ابن كثير رحمة الله عليه دفرمي كاتكوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر مهاجر أنصارية كردني ببرا إتر أوانا ميرات يكتريشيان دقر لبيش أو خزمكان ميراتيان بقرن حتى نسخ الله ذلك بالمواريث حتى أكو آية توزيع ميرات دابزي لسورة النساء كوا أو حكمي نسخ كردو كوا أو لو حالة خزم كسو عائلي خوي ميراتي يكتريان دقر كوكو حكمي نهائي. ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيره واحد كوا أو حكمة كوا أو رأيه كوا أو آتا لبو أوي كوا مهاجرين وأنصار لبداية دا ميرات يكتريشان دقر حتى أو كاتي كوا آتي مواريث دابزي وتسونية توزيع ميرات كوا لو اندري باز لميرات قركاني خوي دكاتنو أو حكمة نسخ بو وكد الله صاحب بخاري لو تن برزدا هاتيو دجريتوا. خفاجي دلي فكان المهاجري يرثه أخوه الأنصاري كواتا مهاجريك أو مهاجري كوا بيان صوص كردية برا لقلب برا أنصاريكي ميراتي براكي خوي دقر وتميراتي يكتريان دقر أنصاري مهاجري إذا لم يكن له بالمدينة ولي مهاجري كواتا أو مهاجرة كبيان صوص كرديتي ببرا لقل أنصاريكي أقر بيتو خزمة خوي نبوة لمهاجرين لا لقلبي لمدينة بوا أو دبوا ميرات قري أو كسيكوا لأنصاري كان بويت براي ولا توارث بينه وبين قريبه المسلم غير المهاجري لكاتك دا كوا مهاجرين وأنصار ميرات يكتريان دقر بلام أقر بيتو مسلمان يشجبا لمهاجر مسلمان يشجبا لأهل مكة كوا خزمي خويت بلام هجرتنا كرديا أو قطع سلي رحم لنيواني عن ذكراو ميرات الشان ليكترين ندقر واستمر أمرهم إلى ذلك إلى فتح مكة بوشي بردوان حتى فتح مكة بو ثم توارثوا بالنسب بعد إنزال دواي أو بنسب وكووي كوا للشريعة رون كرايتوا حكم نهائي أو بو كوا خواي قورآتي مواريث وتوزيع مواريث دابزان كوا نسب لو حالتي ميلاد قري يكترينا. والولي بمعنى سيده طبعا أولياء من جمع ولي يعني القريب والناصر وأنا لا يكتري نزيكا أو أنا يكتري بسر ديخن لأن أصله القرب المكاني ثم جعل للمعنوي كواتا أصل كلمة لبو نزيكي لمكان لزيقا بكار ده هندري باشان معنى كيف راوانتر بكار هندري لبو معنى معنويش هاد كالنسب والدين والنصرة اترولي لبو كسك ولا كسك نزيكا سلا نسب لنزيكا يان لدينو يان لنصرته بسر خستن. فقد جعل صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام التناصر الديني أخوة وأثبت لها أحكام الأخوة الحقيقية من التوارث كواتل سرت هذا وكو كهجرت كرا يتر مهاجرين وأنصارية كان كبيان صوصم كردني ببرا يتر أحكام حكم كان براتيش يعني لسر بفعلي زي بذكره وكو كواميرات يكتريان دقر. وأقول أو طبعا قولي قاسمية لعموم هذا الخطاب ونظمه وجه في إثبات التوارث أو خطابك وأخوة يقول لي فرمويتي ولا سياق آتك كواهاتية طال فعلا رأيك بوشيوي بسندكرك إثبات التوارث لا سيما وقد نفى تعالى ولاية من لم يهاجر نفيا استغرق أقرب الأقارب كواتا بتايبتيج للإشارة بوداك أجر مسلمانك هجرتي نكر أو هيج ولايتك لنيوان تاني كواتا أوج بلقي لسروي كوا أو ولايتك كوا بعضهم أولياء وبعض ليرة باز زكاة زياتر باز لا أوي كوا بوشي ويدبنا أولياء يكتر ميرات يكتريش دقرن. لا تفسير السعدي دلي هذا عقد موالاة ومحبة كواتكاتك وباز لمهاجرين وأنصاري ذكا ليردا لو آتدا دفرمي بعضهم أولياء بعض دفرمي عقد موالاة ومحبة براستيوا عهد بيمانك أخواي قولة لنيوان مهاجرين وأنصار بريارددا
ولي يكترين خوشويست يكترين عقدها الله بين المجاهدين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله لنوان أو مهاجرانك ولا بيناوي الله تعالى هجرتيان كردية وتركوا أوطانهم لله لأجل الجهاد في سبيل الله أوانك خاك ولات وخزم وكسب خيام بزيشت لبيناوي جهاد كردن لبيناوي الله وبين الأنصار لنوان أو مهاجران لنوان أو أنصار بشتواناني كوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أواني كوا بيغمبريان لخوغر صلى الله عليه وسلم أصحابيان لخوغر وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم يعني متيان دان بهمو شويك بمالو زيقاو باوي كالتوانان داهي فهؤلاء بعضهم أولياء بعض براستي أوانا أولياء يكترين دوستي يكترين لكمال إيمانهم وتمام اتصال بعضهم ببعض أو ولاء أو براتي أو دوستاتيش لبرسية لكمال إيمانهم إيمانيا كاملة وأوانا لقل يكتري دجين هاو مبستو هاو ريباز يكترين لا بسر خستني ديني خواهي قولة خواهي قولة سبحانه وتعالى بوشيوه أو دوستاتيان لنيوان دا بريادة دا بعضهم أولياء بعض ديار اشتي ما باز بكر لا أتكا بلام لبرتوا بنكاد دوستين ببشتواني خواهي قولة اللواني داتو دينو خزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون